خير يا آسيا. مالك يا حبيبتي؟ بابا أنا بطني هتبتدي تكبر الأيام اللي جاية ومش عارفة أعمل إيه. طب ما تكبر، ايه المشكلة يعني؟ طب وفهد؟ ماله فهد؟ راجل متجوز ومراته حامل. ومش ده حصل وانتوا مع بعض ولا ايه؟ آه. يبقى نبشره ونقول له مراتك حامل، ونقول له كمان ألف مبروك. ايه هو يطول؟ أيوة بابا، بس كده يبقى حرام. حرام؟ وانت بقى تعرفيه من امتى عشان يصعب عليكي كده؟ يعني هو ملوش ذنب إن هو يربي ابن مش ابنه. امال احنا جوزناهولك ليه من الأول؟ هو مجيته هنا عارف هو هنا ليه؟ أيوة يا بابا، بس هو ما يعرفش إن أنا حامل. هيعرف. هنقول له مراتك حامل، ويا سعد ويا هناء هو يطول إن يبقوا ولاده أحفاد توفيق التمساح. فاهمة؟ تعبان يا كناريا، تعبان. حاسس ان انا بجري من يوم ما اتولدت، مش قادر اوقف جري. حاسس ان لو وقفت جري هموت، فلازم افضل اجري واكمل. بعد الشر عليك. انا عاوزاك تشد حيلك بقى عشان عندي خبر ليك حلو هيخليك تغير كل اللي انت بتقوله ده. قولي. انا حامل. حامل؟ ايوه، رحت للدكتور انا وامي وراويه وطمني على اللي في بطني. مالك يا فهد، زعلت ليه؟ ده انا نبهت على راويه انها ما تجيبلكش سيره عشان اشوف الفرحه في عينك. لا ما زعلتش، حد يزعل من رزق ربنا بعتوله؟ امال وشك اتغير ليه لما عرفت؟ عشان السكه اللي اتكتب عليا امشي فيها سكه وعد بطوله. انا اللي فجاه نسيت روحي، افتكرت نفسي بني ادم. حبيت واتجوزت، ودلوقتي مراتي حامل. كان لازم اعمل حسابي وما ورطكوش معايا. ذنبه ايه الغلبان اللي هيجي ده يلاقي نفسه متيتم من غير اب؟ بس يا فهد بقى، ما تقولش كده. وانت فكرك لو جرالك حاجه يعني انا هعرف اعيش بعدك؟ ده انا اموت فيها. بعد الشر عليكي، بس هي دي الحقيقه يا كناريا. بس في نفس الوقت انا مبسوط. عارفه ليه؟ عشان في حته مني جواكي، حاجه هتعلقني بيكي اكتر ما انا متعلق. لو حصل لي حاجه عاوزك تطلعي راجل. بس يا فهد، مش هيحصل لك حاجه. فانت لازم تاخد بالك من روحك عشان تعرف تاخد بالك مني وتعرف تاخد بالك من اللي في بطني. يا معلمة، الولية عدولة بتسأل عليك. ناديها بسرعة. مساء الفل يا معلمة. مساء الفل يا عدولة. ها، عملتي ايه؟ أنا فضلت لابدة في شقة تعبان زي ما أنت قلتي لي بالظبط، لحد ما سمعت إن مرات فهد البطل حامل. حامل؟ يا ألف نهار أبيض. البضاعة توصل بكرة الصبح. هيبقى قدامنا 10 دقايق بالظبط علشان الرجالة يشيلوا البضاعة من على العربيات ويحملوها في عربياتنا. طب بقول لك ايه يا توفيق بيه؟ ايه رايك لو نجيب براميل مخلل ونحملها على العربيات؟ اشمعنى مخلل يعني؟ عشان لا مؤاخذه يعني المخلل ريحته فواحه. احنا بقى هنغطس البضاعه في براميل المخلل، واللي عاوز يفتش يفتش. مش ممكن بقى البضاعة تبوش في مية الترشي؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام ده خلص، ده ايام في الملعار. اكيد العمده غلاب مكيس البضاعه كويس وكذا طبقه فوق بعضيها، ولو على كاس النايلون ناخد معانا بزياده. لا يا واد، طويلة وعالية. تسلم يا باشا. عجبتك يعني الفكرة؟ أوي.
ماشي. انت بقى يا فهد هتفضل معايا في العربيه بتاعتي، مش هينفع تسوق عربيه البضاعه. اشمعنى؟ عشان وشك بقى معروف عند عمرو الجارحي. عشان لو قابلت بالصدفة عمرو الجرحي في كمين ولا حاجة وفتش العربية ولقى المخلل، الفار يلعب في حبه. يا دي عمرو الجرحي. ايه يا جماعه؟ العشاء جاهز واسيا مستنيانا على السفره. روح انت يا هادية واحنا جايين وراكي. حاضر. آسيا يا سيدي مستنياك على الأكل، محضر لك مفاجأة تفرحك قوي. تفرحنا انا؟ تفرحك انت. بس انا بقى هعمل الدنيا واحرق لها المفاجأة، وانت ما عليك بقى غير انك ساعة ما تقول لك المفاجأة دي تمثل انك مبسوط وفرحان قوي. مبروك يا فهد، آسيا حامل وانت بقيت اب. مبروك. ايه ريكو اللي انتوا عاملينه في الراجل ده؟ حرام عليكم كده. مالها الكهرباء؟ على الاقل بتنور المخ بدل الشوارع اللي انتوا عاملينها له دي. حرام والله يا حاجه اللي بيتعمل فيا ده، والله العظيم حرام. قولي لي طيب انت عايزاني اقول ايه؟ وانا والله هقول على طول. نقول تاني وتالت ورابع. سؤال الحاجة انت عارفه كويس ياض من كتر ما اتضربت واتسألته. هربت ضياء لحساب مين؟ انا ما هربتش حد. انا كل اللي عملته ان انا سبت الباب مفتوح بس والله. بس ما تحلفش. كل الشمال اللي في المصحة خارج من تحت ايديك. انت شمال يا شمال، انت مش عارف ان انت راجل شمال. انا ما عملتش حاجة والله، والله ما عملت حاجة. ريكو وصل له العالي يمكن ينطق. انت جربت قبل كده تتكهرب ب 220 فولت؟ النور والنار عارفه؟ لا خلاص. طب انت خلاص والله هقول والله انا كل اللي حصل ان انا جالي شاب كده واداني فلوس يا حاج، وقال لي في ناس اهل المريض ده عايزين يهربوا ابنهم، وانا والله العظيم ما هربته الا لما صعب عليا لانه كان تعبان على الاخر والله. اسمه ايه الشاب ده؟ ما اعرفش والله يا حاجه، وانا هطلع له بطاقه يعني. طب شكله ايه؟ وكان اسمراني كده ومش قصير وجسمه مفرود كده طويل. يلا انت هتستقبل، يلا ما تبطل حوارات بدل ما قسما بالله انور لك جثتك دي زي فانوس رمضان. والله العظيم ما هتعرف حاجه تانية. خلاص يا ريكو سيبه، حطوا له ميه واكل لغايه لما اشوف مين اللي خطف ده يا ابني. اكله يا جابر. يلا يا ريكو. يا حاجه والله العظيم ما اعرف حاجه تانية يا حاجه، والله ما اعرف حاجه تانية يا حاجه.